كتابي فاي، كتابك المسموع. اش واقع؟ لاباس عليكم؟ شحال من واحد فينا كيبقى يخمم في الفلوس، كيفاش يدير ليها، كيفاش يجمعها، وكيفاش ما تبقاش ديما هي الهم اللي كيدور في الراس. هادشي كيدور في بال كلشي تقريبا. ماشي سهلة القضية. ماشي سهلة، ولكن فاش قلبنا شوية لقينا كاين شي طرق، شي أفكار زعما ماشي كلشي عارفها ولا كيطبقها. طرق ذكية شوية وفيها شوية التخفية يمكن. هذيك هي الكلمة. اليوم غادي نهضروا على هاد الشيء، كيفاش الواحد يقدر يتعامل مع رزقه بذكاء وشوية السطرة، ماشي تخبي ولكن تعرف شنو تقول وقتاش تسكت. بحال دوك الناس اللي كيبانوا مقادين أمورهم بلا صداع، بشوية عليهم. تماما. المهم قبل ما نبداو، اللي مكيتابوناوش هذا هو الوقت تابوناو، بركوا على داك الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وشي جام يلا عجبكم الموضوع. يلا نبداو. يلا. اول حاجه اللي بانت ليا مهمه بزاف هي علاش خاص الواحد يكون شويه متحفظ في الهضره على فلوسه. علاش هذه التخفيه مهمه؟ شوف، أول حاجة فاش كتكتر الهضرة بزاف على شحال عندك ولا شنو درتي في فلوسك، كتقدر تجبد عليك العين، الضغط، شي مرات الحسد، واخا من الناس القراب. بصح كلشي كيولي باغي يعطيك رايه، فين تخشي فلوسك، شنو تشري. هاديك هي داكشي علاش بزاف د الناس اللي شويه واصلين زي ما لاباس عليهم كيفضلوا يبقاو ديسكري. يقدر يقول لك المبدأ العام كيفاش كيفكر، ولكن التفاصيل كيخليها عنده. وزيد عليها قضيه الامان. يمكن أكيد جانب الأمان مهم. الفلوس باينة بزاف كتقدر تجر عليك المشاكل والصداع. سترة مزيانة في هاد الأمور. فهمتك. وهذا الشيء كيدينا لواحد النقطة أخرى، ماشي القضية غير في شحال كتدخل، ياك؟ الأهم هو كيفاش كتسير داكشي اللي دخلتيه. تماما، هذه هي الأساس. شحال من واحد كيدخل مزيان ولكن في آخر الشهر ما كيبقى والو، كيطير كل شيء. وعلاش؟ غالبا ما كاينش تخطيط، وكيمشي ياخذ النصيحة من عند شي واحد اللي هو براسو ما مسيرش أموره مزيان. بالضبط. خاص الواحد يقلب على النصيحة والمعلومة من عند الناس اللي بصح ناجحين بطريقة معقولة وباينة، ماشي دوك اللي كيعيشوا في السوشيال ميديا حياة كلها كريدي ومظاهر خاوية. نشوفوا الناس اللي حداك اللي باين عليهم التوازن وخا مدخلينش الملاير. هادوك هما اللي تقدر تستفد منهم بصح. التوازن هو المهم. ولكن الحاجة اللي قاصحة شوية هي الصبر. حنا المغاربة ولا الناس بصفة عامة دغيا كنزربو ديك القاعدة ديال جمع عاد تصرف ولا قلب عاد تخشي فلوسك، باينة مزيانة، ولكن شكون كيصبر؟ الصبر صعيب، خصوصا دابا كلشي بالزربة. سهل جبد الكارطة ولا تكليكي وتشري، ولكن هادشي كيغرق من بعد. كيغرق في الكريديات اللي ما كتساهيش. هاديك هي. الصبر مهم بزاف. احسن تعيش على قدك وتجمع شوية بشوية وتشري الحاجة من تقدر عليها بصح. ونفس الشي فاش تبغي تستثمر في شي حاجة. ماشي أي فرصة بانت ليك واو غترجعك مليونير دغيا تمشي ليها بعينيك مغمضين. لا طبعا، ضروري تقلب وتفهم مزيان فين غادي تحط رزقك وشنو المخاطر اللي كاينين. الصبر والبحث كيجنبوك بزاف ديال المشاكل. وكاينة واحد الفكرة أخرى، هي أن الفلوس زعما ماشي هي كل شيء، ماشي هي الغاية في الآخر. أكيد الفلوس كتبقى غير وسيلة مهمة، ولكن وسيلة باش توصل داكشي اللي بصح مهم عندك في حياتك. هي كتعطيك الإمكانيات، تسافر، تعاون الناس، دير مشاريع، ولكن انت اللي كتحكم فيها. بالضبط، انت اللي كتقرر شنو الأولويات ديالك، ماشي هي اللي خصها تسيرك على حساب القيم والأهداف ديالك. خص الفلوس تخدمك ماشي تخدمها. وهنا فين كتجي ديك القضية تخلي فلوسك تخدم عليك. كاين فرق بين فلوس كتجيبها من تمرة ديال كل شهر وفلوس كتجي من الفلوس اللي ديجا عندك. هذيك هي اللي كتسمى القوة ديال الاستثمار ولا الدخل السلبي. ملي كتولي عندك شي حاجة، شي أصل كيدخل لك فلوس بلا ما تحتاج تخدم عليه انت مباشرة كل نهار، بحال شي عقار مكريه ولا أسهم كتعطي أرباح، شي مشروع ناجح انت شريك فيه ومتابعه من بعيد. تماما. ديك الساعة كتولي فلوسك خدامة كتزيد تجيب لك فلوس أخرى. هذه هي اللي كتقربك شوية لديك الحرية المالية اللي كلشي كيقلب عليها. وخا هضرنا على العقار والأسهم وهذا الشيء، ولكن يمكن أهم استثمار اللي ديما رابح هو الاستثمار في الواحد نفسه، في راسه.
100%. هذه هي الخلاصة د الخلاصة. تعلم مهارات جداد، قرا، طور من راسك، خدم على صحتك، على علاقاتك. هاد الشيء كيزيد من قيمتك وكيفتح لك بيبان اخرى اللي تقدر تجيب فلوس اكثر من بعد. أكيد. وهذا الاستثمار ما كيمشيش هباء، القيمة ديالو كتطلع مع الوقت وما عمرو كيضيع. إذن يلا بغينا نجمعوا هاد الخيوط كلها. تعامل مع الفلوس فيه بزاف، تعرف كيفاش تسير، تكون صبار، تستثمر بعقلك وما تخليهاش هي اللي شادة لك الزمام. والأهم هو كل واحد يلقى التوازن ديالو هو اللي خدام ليه في حياته وظروفه. وفي الآخر كتبقى ديك الفكرة اللي تخلي الواحد يفكر، الثروة الحقيقية واش هي بصح شحال عندك في الكونت، ولا هي ديك القدرة تعيش حياتك كما بغيتي انت بالقيم ديالك وبالحوايج اللي بصح كيفرحوك. سؤال مهم الواحد يسولو لراسو، واش الفلوس كتخدمني باش نعيش كيف بغيت، ولا انا اللي خدام كنجري باش نجمعها؟ فكرة عميقة هذه باش نساليو. كان هذا هو النقاش ديالنا اليوم، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا شي حاجة. نتمنى ذلك. شكرا على الاستماع. طهلاو في راسكم بزاف ونتلاقاو في المرة الجاية إن شاء الله. بسلامة.